السلام عليكم. ده الريلمي 15 وده الريلمي 15 برو واللي بيجوا بسعر 20000 و27000 جنيه، وده بيخليهم في منافسه طاحنه مع موبايلات قويه جدا زي مثلا الاي 56 او الرينو 14 او مثلا الاي 36 او حتى الفي 60 من فيفو او الاونر اكس 9 دي اللي عليه قلق اليومين دول. وطبعا مش محتاج افكرك ان كل الموبايلات اللي انا قلتها دي موجوده في كل فروع محلات الباشا او على موقع الباشا اونلاين. خلينا بقى نشوف ايه اللي بيميز الموبايلات دي ووضعهم ايه وسط المعركه دي كلها. مبدئيا الموبايلين بيجوا بتصميم رفيع وخفيف مقارنه بحجم البطاريه العملاق اللي فيهم. فوق ده في معيار مقاومه ميه عالي وخامات تستحمل بشكل كويس، وطبعا الشكل ده اذواق. الشاشه هنا نقطه قوه اساسيه للموبايل، فالاثنين بيجوا بشاشه مليار لون ومعدل تحديث 144 هرتز، ده غير سطوع بيوصل ل 6500 نتس كبيك برايتنس، طبعا مع دعم ميزه الاتش دي ار 10 بلس. الاختلاف ان البرو بيجي بشاشه منحنيه شويه، والنسخه العاديه سطوعها بيوصل لحد 4500 نتس بس. والصوت هنا في الموبايلين ستيريو، والبطاريه برضو في الموبايلين من نوع سيليكون كاربون. البرو بيجي ببطاريه عملاقه 7000 ملي امبير، والعادي بيجي ب 6500 ملي امبير. البرو بيشحن بشاحن طياره 80 واط، والعادي بيشحن بشاحن نص طياره 45 واط. اول اختلاف بيجي هي في منظومه الكاميرات. صحيح هي متشابهه شويه، لكن البرو طبعا بيجي بمنظومه كاميرات افضل. الاثنين بيجوا بكاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل فيها مثبت بصري او اي اس، لكن البرو بيجي كمان بكاميرا تانية زاويه واسعه 50 ميجا بكسل، بينما هنا بتلاقي زاويه واسعه اقل. لكن السيلفي في الاثنين هو 50 ميجا بكسل، لكن اداء الكاميرات عامه في البرو افضل. اما الاختلاف الثاني فهو في الاداء. برو بيجيبوا معالج سناب دراجون 7 جن 4، معالج قوي جدا يقدر يتفوق بسهوله على منافسينه من الجالاكسي اي 56 او الاوبو رينو 14. مش تفوق خرافي يعني ولا كبير، لكن تفوق ملحوظ. اما الريلمي 15 العادي فبيجي بمعالج من ميديا تك اسمه دايمنستي 7300 بلس، وده معالج جيد لكنه مش بيتفوق بشكل واضح عن المنافسين. هو يقل شويه عن الاي 36، وبالتاكيد المنافس اللي هو اغلى شويه الفيفو في 60 بيجي بمعالج ال 7 جن 4 بيتفوق على الاثنين وبيطحنهم، لكنه اغلى شويه. فالخلاصه كده ان الاثنين بيقدموا لك توليفه قويه، بطاريات عملاقه، شواحن سريعه، شاشات محترمه، كاميرات محترمه. النسخه البرو تناطح بسهوله جدا الرينو 14 والاي 56، وان كنت بحب قوي الرينو 14 في الفئه السعريه دي. والنسخه اللي مش برو برضو تناطح الفئه السعريه دي، يعني انا شايف انها تتفوق على الاي 36 عمليا. ممكن نظريا وعلى الورق تحس الاي 36 احسن، لكن انا بقول لك اهو اداء الموبايل ده هتلاقيه احسن. اما الفيفو في 60 فهو سعره 22 23 الف جنيه، يعني ازيد من الموبايل ده 2000 3000، وارخص من الموبايل التاني 2000 3000، لكن قدم لك المعالج القوي واداء كاميرات برضو ممتاز، فخيار ممتاز جدا ما بين الاثنين انت تختار بينهم. بس كده، سلام.